لان مثلا اللي غيدير براند في الجلد ماشي هو اللي غيدير براند في الكوسميتيك، ماشي هو اللي غيدير براند مثلا في دي برودوي اللي غيامبورتيهم من على برا. يعني هاد راس المال اخويا يتكيف مع كيفاش انت غتخدم التجاره الالكترونيه. مثلا التجاره الالكترونيه اخويا راه تقدر تبداها بان بيدجي ديال 1000 درهم، كما تقدر تبداها بان بيدجي ديال 20 مليون. يعني ما عندهاش واحد القيمه ديال شحال انا غادي انفيستي في التجاره الالكترونيه، كتبقى على مجموعه من الميكانيزمات. يعني انا مثلا نعطيك مثال، الا كنتي غير في كازا وساكن في كازا والقصريات حداك، راه غير 3000 درهم راه كافيه باش انك تبدا. ما حدك تتبعد على كازا فين كاينه السلعه، هنا تيولي مشكل، لانه ما غاديش تلقى، يعني غادي خصك راس مال كبير باش انك تشري السلعه وانك تبيعها الى غير ذلك. وكما قلت لك فراس المال راه تيختلف على حساب الموديل البيزنس موديل اللي غادي تخدم به التجاره الالكترونيه. كنصحك، وهاد الهضره راه قلتها الاخوان، قلتها في 2019 وقلتها في 2018 وانتم وقفتوا عليها واللي ما وقفش عليها، وراه انتم شاهدين. كنا كنقولوا ان التجاره الالكترونيه اللي كيخدمها بالقصاريات وكيبقى غيشري من القصارى ويبيع، داكشي راه غيموت، داكشي راه ما خدامش. شوفوا لي زيكزامبل الناجحين دابا في التجاره الالكترونيه هما الناس اللي برانداو، هما الناس اللي مشاو في واحد البروسيس معين. يعني مشى بيلدا واحد السميه، بيلدا واحد واحد البراند، هادو هما اللي مشاو مزيان. اما اللي باقي كاين اللي كيشري من القصاريه وشري دوك قشاوش عاشوره وينصب على عباد الله، لانه للاسف هذا راه تعتبر نصب. لانه انت ملي كتشري لاختيك ب 40 درهم وكتلقاها قشاوش عاشوره وكتعاود فيها البيع ب 245 درهم، راك نصبتي على عباد الله، وراه فلوسك ما حلالش. باش نكونوا واضحين في هذه النقطه هذه، لانه ديك لاختيك باش بعتيها عرفتيها ما غاديش تادي ديك الوظيفه ديالها ونصبتي على عباد الله. للاسف الشديد ليكزومبل دابا اللي كنشوفوا بزاف الناس كيقدروا انهم يهضروا معاك في اموال اللي هي طائله. تقدر دابا واحد السيد يقول لك انا كندير 2 مليون دولار، نقول ليه بصح راه ما نقوليش لا. عرفتي علاش؟ لانه كيبيع دي برودوي اللي تيكذب فيهم على عباد الله. شوفوا دابا لي ادسيت اللي كيديروا الناس، كيبقاو تيجيبوا شي مؤثر ولا كيخدموا بالذكاء الاصطناعي وتيجي تيحلف، تيقول لك هذا البرودوي هذا الا درتيه في عينيك تولي تشوف مزيان، الا درتيه في ودنيك تولي كتسمع مزيان، وكنصبوا على الناس والناس كيشريو هذوك البرودويات، وهذوك البرودويات لا علاقه ما كيديروا. بل المشكل انهم كيسبوا في كوارث صحيه وتنصبوا على عباد الله، وفي الاخر تيجي تيقول لك 2 مليون دولار خذ منها واحد 10% هي ديالو، غير على هذوك اللي كينصبوا على عباد الله كيبيعوا السلعه وكاع ما تصيفطوهاش للناس. وملي يجي يهضر راه يقول لك، ملي تجي تشوفوا كيفاش تيخدم، وفي هذا المثال اللي عطيتكم بزاف الناس كيديروا هادشي، فلوسهم ماشي حلال. للاسف الشديد التجاره الالكترونيه في المغرب باش تلقى ناس اللي خدامين بالحلال وخدامين بطريقه اللي ما فيها لا نصب لا، راه قليل بزاف، راه قليل بزاف. وعمرك ما تخلي المعيار اخي بالنسبه لي انا اللي في عينيا النجاح راه ماشي بشحال كدير. النجاح بالنسبه لي هو داكشي اللي الرقم اللي كتحقو انه يكون حلالا طيبا، ماشي انت اخويا قاعد تنصب على عباد الله وتجي انا تبدا تبومبا عليا. راه الا كان هكا اخويا عطا الله ما يدار في النصب والاحتيال وسير بيع كاع انت الكوكايين اخويا. علاش كاع انت قاعد تدير شي حاجه سميتها التجاره؟ والذي يغيظني انه كاينين الناس كيمشيو لشي دومين حلال وتيردوا حرام، تيبداو ياكلوا في الحرام. هذه ما تنفهمهاش انا. الضمن تعلمتي حاجه في الحلال ايوا خدم فيها حلال، علاش تخدمها حرام؟ بحال مثلا اللي واحد خدام في واحد الوظيفه حلال ولا كيدير واحد التجاره حلال واش يمشي يقلبها في الحرام وخصو يدخل الحرام. ايوا هذاك الحرام راه ما خرج فيك غيخرج في وليدك، كون على يقين. ومن الاحسن لك كنتي خدام في الحرام ما تزوجش. انا نقول لك علاه، غتولد ولادك كبتك، راه تتولي كبتك الا كنتي اب، حيت راه كاينين شي وحدين والله الا عندهم الاولاد يا ما عندهم الكبده عليهم. الا كنتي اب راه هذيك الكبده راه تقول تجي فيا وما تجيش في ولادي، وان الله يمهل ولا يهمل. عقل عليها خويا.